أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست خطوات. عنوان حلقتنا النهاردة خطافة الرجالة. كتير قوي سامع عن موضوع دينا الشربيني خطفت كريم من مراته، هي سبب في خراب البيوت. ودي مش أول مرة يجيبوا سيرتها، كذا مرة يربطوها بإن هي خلت فلان يتطلق من مراته، خلت الفنان الكبير يتطلق من مراته، وهكذا وهكذا. أنا هنا مش بدافع عن دينا الشربيني، أنا هنا باتكلم على لقب خطافة الرجالة. اللقب ده بيحمّل الست أو المرأة إن هي خطفت راجل من مراته، بيحمّلها المسؤولية الكاملة، لإن الراجل ده لا عنده عقل ولا إرادة، وإن هو اتخطف. هو مش عيّل صغير لا مؤاخذة يعني عشان يتخطف، ما فيش راجل بيتخطف دلوقتي. فهوبا يا سيدي يقوموا يرموا اللوم على مين؟ على ست تانية، لكن الراجل راجل معصوم من الغلط ما بيغلطش. وطبعًا الضحية في القصة دي مين؟ الزوجة الأولى اللي طلّقها جوزها عشان يتجوّز واحدة تانية عليها. حلو أوي. أنا هنا لا مع طرف ولا ضد طرف، بس تعالوا نحلّل الموقف من وجهة نظري. من وجهة نظري هو راجل متجوّز وعنده أولاد، حصلت بينهم مشاكل، الطلاق وارد؟ وارد. هل هو أول واحد يطلّق؟ لأ. هل آخر واحد هيطلّق؟ لأ. أُمّال إيه المشكلة؟ المشكلة إن الناس عشان حاسين بعدم الأمان، إن هو إيه، خان مراته أو في واحدة تانية شدّته، فراح للتانية وطلّق مراته. مش دي القصة. القصة من الأساس، ليه راجل بَص برّه؟ هل الراجل ده بطبعه خاين؟ هل الراجل ده بطبعه بتاع ستات؟ هل الراجل ده ماشي كل فترة يتجوّز واحدة أو كل فترة يخون مراته؟ السؤال التاني اللي محتاجين نسأله، هل هو مبسوط مع مراته؟ هل مراته مبسوطة معاه؟ يعني حياتهم كويسة؟ لإن من الوارد إن يبقى في مشاكل، فممكن المشاكل دي تعمل استحالة عِشرة، مش هينفع نكمّل مع بعض. زي ما هو كتب على النت بوست وقال إن هو حاولوا كذا مرّة وما نفعش. فأنا شايفة ودي وجهة نظري إن هُم الاتنين خلاص مش نافعين يعيشوا مع بعض. النقطة التالتة اللي عايزة أتكلّم فيها وضايقتني، إن مراته ردِّت وقالت إن هي اتفاجئت. يا جماعة إحنا بقى لنا أسبوعين 3 بنهري في قصة إن هو بينفصل عن مراته والإشاعات اللي موجودة على النت. هي إزاي اتفاجئت إن هو طلّقها؟ معلش يعني. ماشي، هاعدّيها وكإني ما ليش دعوة برضه بالقصة دي. ليه دايمًا إحنا بنربط المشكلة في طرف آخر؟ تعالوا نسأل نفسنا سؤال، ليه دايمًا بنحمّل الست أي غلط بيحصل؟ بيتها اتخرب، أنتِ ما حافظتيش على بيتِك. واحد تاني هيتجوّزها، أنتِ خطّافة رجالة. واحدة عايزة تتطلّق عشان تتجوّز واحد تاني أو معجبة بواحد تاني أو مش عايزة تعيش مع جوزها، دي كانت ماشية معاه، فعشان كده هي عايزة تتطلّق. لاحظتوا العامل المشترك في ال3 هو الست. طب والراجل إيه ملاك ما بيغلطش؟ أنا مش متحاملة على الرجالة، بس هو عنده مُخ وعنده تفكير وعنده مشاعر. هو ما غلطش في القصة دي كلّها، يعني كلّه متحامل على الست اللي هي دينا، ومش متحامل على الراجل اللي هو قَس المشاكل. وتعالوا نسأل سؤال تاني، واحد مش عايز يعيش مع مراته، قال لها أنا عايز أنفصل واتطلّقوا، إيه المشكلة؟ ليه الناس كلّها أصل هي مراته بقى ضحية، وإن هي اتخانت، وإن هي. يا جدعان ما خلاص هو مش عايز يكمّل معاها، وهي يعني أنا لو الزوجة الأولى دي هاسيبه، مش هاسيبه عشان هو خانّي، هاسيبه عشان هو مش عايزني. ما أنا مش هامسك في واحد هو مش عايزني، مش هامسك في واحد مش ماسك فيّا. فبلاش نتحايل على موقف إن الست هي السبب في كل مشكلة، هي خطافة الرجالة، وهي اللي بتعمل كيد النسا، وإن هي اللي بتخطي، وإن هي اللي بتخرب بيتها، وكل حاجة الست، والراجل يا عيني ما بيعملش حاجة خالص، ملاك، قُل له يمين يمين، شمال شمال. لأ طبعًا ما فيش الكلام ده. الراجل عليه عامل كبير. ما في رجالة ياما ستات حاولت تشده وتاخده من بيته، والرجالة عشان بيحبوا مراتاتهم وبيحافظوا على بيوتهم ما مشوش. في خطافة رجالة في، لكن الراجل يقدر يقول لأ، أنا مش عايز، أنا مش هاسيب مراتي، أنا مش هاغلط.
ده لو هو فعلًا بيحب مراته وماسك في بيته، لكن لو هو مش عايز، عايز يسيب، لأ باي باي مع السلامة. الراجل اللي بيروح لست تانية أو بيخون أو بيجري على واحدة تانية أو، بيكون محتاج اهتمام، محتاج تقدير، عنده مشكلة في البيت مع مراته، فهو بيدوّر على حلّها في حتّة تانية، عايز يجدد من حياته العاطفية، عايز يجدد ويحس إنه لسه مرغوب فيه، إنه لسه موجود. هنا كلامي بقى للستات، ما تسمحيش لحد ياخد منِّك جوزِك، عشان كده باقول إن كل فترة لازم يحصل تجديد في العلاقة، تجديد بأي شكل، خروجة برّه البيت، نقعد نتكلم مع بعض، يبقى في بيننا حاجات مشتركة، في حاجات كتير أوي لو دَوّرنا فيها هنعرف إزاي نجدد في علاقتنا. أحيانًا كلنا بنتعرّض للضعف، سواء راجل أو ست، وبنمِل من الروتين، يعني الحياة الزوجية ساعات بتبقى إيه، أصحى الصبح أفطّر العيال وأنزل شغلي، أرجع من شغلي أغدّي العيال ونقعد نذاكر، الراجل يمسك التليفون، نتكلم كلمتين ونخش ننام. ده معظم بيوتنا ماشية بالسيستم ده. طَب إيه الحل؟ تجديد، لازم يبقى في تجديد علشان لو الخلل أو الروتين ده فضل مطوّل في العلاقة، احتمال كبير إن الراجل يمشي أو الست، مش شرط مين يمشي، بس في حد فيهم هيقول لك أنا مش قادر أكمّل، لإن إحنا دايمًا كبني آدمين محتاجين تجديد، محتاجين تغيير، محتاجين نحس بمشاعر، عواطف، إحساس إن إحنا لسه موجودين، إن أنا مش أنا كراجل مش مصدر دخل، أنا مش ATM، أنا راجل وليّا دوري. أحيانًا الراجل بيحس إن هو مش متقدّر في بيته، أنت آخرك تجيب فلوس. عشان كده موضوع خطافة الرجالة، موضوع إن الراجل خطف مش موجود، دي مبررات المجتمع حطّها عشان يبرر غلط الراجل، أو يبرر غلط الراجل والست اللي متجوزين. دايمًا نقول الست غلبانة، عشان كده جوزها إيه يا عيني إيه سابها ومشي. لا يا باشا هي مش غلبانة، هي ما عرفتش تمسك بيتها كويس، وهو كمان مشترك، لإن البيت عامل زي القفة اللي بودنين، لمّا بتعوز تمسك حلة تمسكها من الناحية اليمين ومن الناحية الشمال، الراجل ناحية والست ناحية، لو واحد فيهم فلت الناحية الحلة هتقع، ما حدش يقدر يمسك الناحيتين. عشان كده العلاقة محتاجة الراجل والست يبذلوا فيها مجهود عشان تفضل تستمر. في علاقات ياما كمّلت، بس في الوقت الحالي الموضوع بقى فيه مشاكل كتير. عشان كده بانصح كل راجل، كل ست، ما فيش حاجة اسمها خطافة رجالة، بلاش مبررات، بلاش شماعات، في حاجة إن أنا وأنتِ مش عارفين نحافظ على البيت، عشان كده أقل مشكلة بيتعرّض لها البيوت دلوقتي بتُقع.